اول حاجه عملتها في اكله النهارده ان انا عجنت العجينه. طبعا الاكله دي برعايه اخويا، هو اللي عزمنا عليها وكده. فقال لي انا هجيب لك حاجه البيتزا وانتي ايه اعمليها وكده، علشان البنات عنده بناته يعني صغننين هم بيحبوا ياكلوا البيتزا اللي احنا بنعملها، يعني سواء انا او اختي. فاخدوا مع الجو ده. طبعا هنا كنت خلاص خلصت العجينه وكده، بدات بقى ان انا اعمل الصلصه. هنا كانت صلصه كنت انا مفرزاها عادي، سلقاها وضرباها ومصفياها، وكنت حاطاها في الفريزر. طلعت كيس كده وصفيته، مش صفيته قصدي، حطيته كده في بوله، ولا مش عارفه اسمها ايه دي. وبدات كده ان انا اسبكه، وبعد كده حطيت ملح وفلفل اسود لا شطه لا، وشويه من السكر. دلوقتي هحط السكر، وكمان هحط عليهم دلوقتي كيسين من الصلصه. الصلصه دي بقى كانت رهيبه، اقسم بالله طعمها تحفه 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 تحفه، حلوه قوي قوي. وكمان دلوقتي هزود عليها المكون الرهيب الاساسي اللي انا بحب احطه مع صلصه البيتزا، الجبنه. فجبت كده كام مثلث كده جبنه، اي نوع بقى، مش شرط ايه النوع اللي عندك. فحطيته كده وسبته بقى لحد لما داب مع السخونيه، و بقى هو والصلصه واحد يعني. كانت هنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. العجينه بصوا كانت عامله ازاي. العجينه بقى انا عجنتها ازاي: كيلو دقيق، زيت، شويه زيت، بضايه، لا بضايه ايه، زبدايه، والميه، وطبعا الخميره والسكر والملح، وتعجنيهم هيطلعوا احلى عجينه كده في ايدك. اقسم بالله كانت طريه ورهيبه رهيبه رهيبه. بصوا بقى بتتشكل ازاي. بدات كده ان انا اشكلها على قد الصواني اللي انا هعمل فيها البيتزا وكده. فعملوا هنا تقريبا معايا واحد اتنين خمسة ستة سبعة، ستة كبار وواحدة كده ايه صغنونة، بس برضو الصغنونة دي برضو عملت بيتزاية محترمة والله. قطعت فلفل وقطعت طماطم، وبدأت كده ان انا ايه اخد كده اول واحدة، رشيت بقى دقيق. وطبعا بسم الله ما شاء الله الرخامة اللي عند بابا مساعداني بقى حلوة كده وواطية، عكس اللي عندي في هناك عالية كده ورخمة. فبدأت كده بقى ايه ان انا اعمل، ان انا افرد ولا ايه، على قد الصينيه. بصي واقوم بقى عامله كده بايدي كده، كانت عامله شبه الرغيف كده، كانت تحفه بصراحه. كنت عماله اطبل عليها. فبصوا قد الصينيه كده. فبدات بقى ايه احط في الصينيه زيت، بسم الله. طبعا ما اقدرش اقول لكم الميه مقطوعه، الميه مقطوعه هنا في البشاير. حطيت بقى كده ال اول اول واحده، طبقتها كده عامله شبه الكريبايه. بعد كده ايه فردتها تتفرد كده بسهوله. بصوا تحفه والله العظيم رهيبه. هبدأ بقى هنا ان انا اعمل واحدة كمان. بصوا العجينة بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها، بسم الله ما شاء الله بجد حلوة قوي. هقول لكم طريقة العجين تاني: كيلو دقيق، علبة زبادي، ربع كوباية زيت، معلقة ملح، شوية سكر، معلقة خميرة، قصدي كيس خميرة. هتحطي الخميرة في المية دافية، وتحطي عليها معلقة السكر، مية دافية دوبك قطار مش كتير. وتقومي قلبيها كده وسايباها ايه 10 دقايق كده تتفاعل. بعد كده تكوني انت حاطه الدقيق في بوله، وحاطه عليه الزبادي، وحاطه عليه الزيت، وحاطه عليه شويه الملح، وتقومي مقلباهم كده في بعض. بعد كده تنزلي عليهم بالخميره. بعد كده بقى تنزلي بمقدار الميه واحده واحده لحد لما تتشكل معاكي عجينه كده حلوه. تقومي بقى ايه في الاخر بله ايدك زيت، وتقومي عجناها كده شويه كمان، وسايباها تخمر، حطها في الفرن كده وهو مطفي. يعني هو اصلا مش متولع مسبقا اساسا يعني، فاللي هو عادي. فهتاخدي احلى عجينه. هحط بقى كده، بدأت كده ان انا احط بقى ايه الحشوه. حطيت الصلصه. كنا جايبين البسطرمه دي من فتح الله اللي تحت البيت. فبس كان اللي مقطعها رقيق قوي قوي قوي، شلتني اقسم بالله، شلتني لحد لما حطيت كده. ما يغركوش التسريع ده، انا كنت بتنقط كده وانا بعملها بجد. فمقطعها رفيع قوي وانا مذلوله بجد. فبدات كده ان انا احط بقى فلفل وطماطم، وكمان جبنه، دي جبنه موتزاريلا على جبنه تركي. بدات كده بقى ايه ان انا كده ايه احطها. وكده خلصنا اول واحده اتحشت علشان تدخل الفرن. هنا بقى كانت طلعت، بصوا بقى كانت جميله كده ومقرمشه كده وحلوه. طبعا لو عايزاها طريه بتغطيها اول لما تطلع على طول، هتاخديها طريه جدا. هنا بقى كان شكل المطبخ بقى بعد لما بدات ان انا احشي وبتاع. فكان فيه لسه عايز يتحشى وكده.
فالحمد لله ده كده بقى ايه كان فطاري النهارده برعاية اخويا. فالحمد لله على النعمة. ده طبعا بقى البواقي اللي عايزة تتعمل. بس كده يا بنات، ده كده كان كل الفيديو. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.